السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنفرز الخضار بتاعنا بطريقتين مختلفتين. الطريقتين أفضل من بعض بحيث إن احنا نفرز التفريزات بتاعتنا تكون معانا من السنة للسنة. طبعا احنا هنفرز الخضار بتاعنا لرمضان ولغير رمضان. التفريزات من الحاجات الحلوة جدا اللي بتوفر علينا الوقت في كل حاجة. يلا نبدأ على بركة الله، نشوف المكونات والمقادير وطريقة التحضير ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اول حاجه معايا في المكونات، معايا جزر، معايا بسله، معايا كوسه، معايا فاصوليا خضراء، معايا ليمون، معايا بطاطس. هنعمل يعني تفريزات حلوه جدا. معايا 10 كيلو بسله. ال10 كيلو بسله هاخدهم هفرطهم واغسلهم كويس وهنشوف هنعمل فيهم ايه. الكيلو بسله عندنا في السوق ب14 جنيه. دي كده البسله بتاعتنا بعد ما فصصناها وغسلناها كويس. هنبدا نشوف الطريقه الاولى للتفريز. حله على النار بدات تغلي، احط عليها مصفى بالشكل اللي انت شايفاه قدامك ده. اهم حاجه ان المصفى تكون مرتفعه عن مستوى الميه، ما تكونش واصله للميه. النار شغاله على نار متوسطه. طبعا انا قسمت هنا البسله لنصين. النص الاول هنعمل بيه الطريقه الاولى للتفريز، والنص التاني هنعمل بيه الطريقه التانية للتفريز. ضفت شويه كده من البسله على المصفى، وهنبدا نقلب البسله بتاعتنا كده يمين وشمال بالمعلقه او الاسباتيولا. البخار هنا مش هيسوي لي البسله. البخار هنا هيديني صدمه بس للبسله وهيغير لي لونها من اللون الطبيعي بتاعها للون الاخضر الفاتح. تمام. طيب فتره البخار هيفضل شغال قد ايه على البسله؟ هنسيبها كده على البخار من مده 5 دقايق ل7 دقايق. ودي طريقه حلوه جدا للتفريز، تخليك تفرزي البسله بتاعتك من السنه للسنه في الفريزر، ما تبص منك. تمام كده خلاص. انا هطفي على الكميه بتاعتي دي. ومش هشغل عليها ميه فتره ولا احطها في ميه متلجه ولا اي حاجه. الخضار اللي انا هعمله على البخار هسيبه يبرد مع نفسه. تمام. هنعمل الطريقه التانية للتفريز. حله على النار بدات تغلي، هضيف فيها بقى بقيه كميه البسله اللي معايا. طبعا الميه دي ميه فتره عاديه جدا من الحنفيه، انا مش ضايفه فيها اي حاجه. لا ضايفه فيها كربونات ولا ملح ليمون ولا ملح ولا خل ولا بيكنج باودر ولا اي حاجه من الحاجات دي كلها. ميه عاديه جدا ما فيهاش اي حاجه. اول ما تغلي غاليه والتانية خلاص انا كده بطفي عليها، هصفيها في مصفى وتعالوا نشوف هنعمل فيها ايه. طبعا انا صفيتها كده بالشكل اللي انت شايفاه قدامك ده بالمصفى، وابتدات ان انا افتح عليها الحنفيه ميه فتره عاديه من الحنفيه. طبعا الجو شتا والميه نازله متلجه، فعشان اوقف هنا عمليه التسويه للبسله. تمام. خلاص هنسيب البسله بقى بتاعتنا تبرد ويلا نبدا نشوف الجزر بتاعنا. انا معايا 5 كيلو من الجزر. الكيلو ونص كان ب10 جنيه عندنا، وزي ما شفت الجزرية كانت جميله جدا في بدايه الفيديو. وطبعا انا غسلت الجزر بتاعي، قشرته وغسلته كويس وقطعته مكعبات بالشكل ده. طبعا تقدري تفرزيه على اي حال، ممكن تقطعيه طرنشات كبيره. لو حضرتك هتشيليه عندك تخزنيه للبرتقال برضو بنفس الطريقه. طبعا حله على النار حطيت عليها برضو مصفى، وهبدا ان انا انزل بنص كميه الجزر بتاعي. هنقلب الجزر برضو يمين وشمال على البخار. البخار برضو هنا بيديني صدمه للجزر، وفي نفس الوقت بيغير لي لونه من اللون الطبيعي بتاعه للون البرتقاني الفاتح اللي انت شايفاه قدامك ده. هنسيب الجزر كده على البخار لمدة ما تزيدش عن 5 دقايق أو 7 دقايق. طب البخار هيسوي لي الجزر؟ لا، البخار مش هيسوي الجزر. البخار بس بيديني صدمة للجزر. بس الجزراية هنا تحت البخار بتطرى سنة صغيرة، لكن ما بتستويش سوا كامل. خلاص. خلاص كده كمية الجزر بتاعتي كده اللي اتبخرت بالبخار وجاهزة للتفريز. هسيبها بقى تبرد، ومش هفتح عليها برضو المية الفترة ولا هحط عليها مية بتلج. انا هسيبها تبرد مع نفسها. حلة تانية على النار فيها مية مغلية، دي بقية كمية الجزر. دي الطريقة التانية برضو للتفريز الجزر. نزلت بقية كمية الجزر اللي معايا وهسيبها تاخد غلوة واحدة. أول ما تبدأ تغلي خلاص هطفي عليها وهفضيها في مصفى، وهنشوف برضو هنعمل فيها ايه. وبرضو المية عندي هنا مش ضايفة فيها أي حاجة، مية فترة عادية جدا من الحنفية. طبعا انا صفيت الجزر بتاعي في المصفى، فتحت عليه الحنفيه بالشكل اللي انت شايفاه ده، وانا عشان اوقف عمليه التسويه. وزي ما قلت لك احنا في الشتاء والميه نازله من الحنفيه متلجه، ولو في الصيف ممكن تضيفي عليها ميه بتلج مفيش مشكله. طبعا هنا انا معايا كميتين من الجزر وكميتين من البسله. الجزر والبسله اللي احنا فرزناهم بالبخار دول ضفتهم على بعض وهنركنهم دلوقتي هنشوف هنعمل فيهم ايه. اما الجزر والبسله اللي قدامنا دول اللي اتعملوا بالطريقه التانية للتفريز اللي هي الطريقه المغليه. معايا هنا اكياس من اكياس التلاجة، وممكن تجيبي الاكياس محكمة الغلق. حطي الكمية اللي حضرتك حباها. انا معايا الكوباية اللي انت شايفاها قدامك دي عايرتي بيها كوبايتين من البسلة وكوباية عليهم من الجزر. انا بحط الجزر نص مقدار البسلة، يعني كوبايتين من الجزر عليهم كوباية من البسلة.
يلا نشوف بقى هنقفل الكيس بتاعنا ازاي. انا هبدأ اساوي الكيس بتاعي كده على شكل مربع، وهضغط عليه من الاعلى عشان افرغ منه اي كمية هواء. اهم حاجة في التفريزات ان احنا نفرغ الهواء من الاكياس بتاعتنا. وهنبدأ نقفل الكيس زي ما انت شايفة بالشكل ده. بالطريقة دي هتلاقي الكيس بتاعك مش هياخد، هترصي كل الاكياس بتاعتك فوق بعضها وتدخليها الفريزر، مش هتاخد مكان في الفريزر. وكمان لما تيجي تطلعيها بعد التفريز بعد التجميد، هتشيلي بس الكيس البلاستيك، هتحسي كده انك انت مطلعه الكيس بتاعك كأنك جايباه بالظبط من السوبر ماركت، زي اللي بتجيبيه بالظبط من السوبر ماركت او من محلات التجميد. بس الطريقة بتاعتنا طبعا احسن من الشركات واحسن من اللي احنا بنجيبه من السوبر ماركت، لان احنا عاملينه بنظافة، وكمان موفر علينا فلوس كتيرة، يعني ارخص من اللي احنا بنشتريه جاهز. تمام. هنا انا معايا سولوتيب، قفلت الكيس بتاعي بالشكل اللي انت شايفاه ده، وانا عشان اضمن ان هو ما يتفتحش مني في الفريزر. شكل الكيس حلو جدا، شايفه الطريقة حلوة جدا. يلا نعمل كمان كيس مع بعض ونشوف عشان بس الفكرة تتضح. بردك كيس من اكياس التلاجة، هضيف فيه كوبايتين من البسلة وكمان كوباية من الجزر. وممكن نضيف كمان عليهم كوباية، لو حضرتك بتحب تضيفي على البسلة بتاعتك بطاطس، ممكن نضيف عليهم كوباية كمان من البطاطس المكعبات. هتقولي لي البطاطس بتاعتنا ممكن تسود، لا انا هعمل لك طريقة حلوة جدا في الفيديو هتشوفيها، هتخلي البطاطس بتاعتك تفرزيها معاكي من السنة للسنة من غير ما تسود. تمام. زي ما انت شفتي كده كوبايتين من البسلة وعليهم كمان كوباية من الجزر، وهنبدأ نساوي الكيس بتاعنا على شكل مربع. ولو عند حضرتك يعني لو حضرتك مش عايزه تفرزي الخضار بتاعك في اكياس، ممكن حضرتك تجيبي كمان العلب اللي هي الشفافه اللي بتتباع عند المحلات اللي هي بتبيع الاكياس بتاعه الطعام، وتحطي فيها بردك الخضار بتاعك. بس العلب البلاستيكيه الشفافه دي اولا هي مكلفه، ثانيا بتاخد مكان كبير جدا في الفريزر. اما طريقه الاكياس دي بتبقى سهله وما بتاخدش، يعني ما بتاخدش معانا كمان وقت، وما بتكلفناش فلوس كتير، وكمان ما بتاخدش مكان كبير في الفريزر. زي ما انت شايفه كده انا بضغط من الاعلى وبخرج الهواء وبقفل الكيس زي ما انت شايفه كده، وهبدا ان انا بردك اقفله بقطعتين من السولوتيب. طبعا طريقه التفريز حلوه جدا، بتوفر علينا الوقت والمجهود، وخصوصا لو حضرتك بتشتغلي. طبعا التفريزات بتكون لرمضان وغير رمضان، يعني احنا بنفرزها رمضان بس عشان نوفر الوقت معانا للعباده، او لو حضرتك بتشتغلي هتيجي تطلعي كيس الخضار على طول وتعمليه، هيوفر معاكي وقت ومجهود. تمام. وفلوس كمان، لان احنا لو اشترينا الحاجات دي مجمده من السوبر ماركت زي ما قلت لي غاليه جدا. وده شكل الكيس بتاعنا. تمام. هخلص الكميه ونشوفها مع بعض. انا بس بوريكي ازاي هرصهم في الفريزر. تمام. لكن دي مش كل الكميه، انا هعمل في حدود 9 اكياس من الخضار، من البسله على الجزر. طبعا انا 9 بالنسبه لي، انا 9 اكياس يعني هيكفوا معايا فتره طويله جدا. ده كده شكل الخضار بتاعنا بعد ما خلصناه. انا عامله منها 9 اكياس، فهندخلهم الفريزر. اول ما نخلص اكياس التفريز على طول ندخل الاكياس بتاعتنا بعد ما نعبي فيها الخضار الفريزر، ما نخليهاش بره الفريزر. تمام. ونتاكد ان الفريزر بتاعنا مش كل شويه بيفصل، لان الفريزر بتاعك لو بايظ او كل شويه بيفصل هيبوظ لك الخضار بتاعك. دي كده البسله بتاعتنا. ده انا بوريكي الباقي البسله اللي معايا اللي هي متفرزه بالبخار، هركنها دلوقتي. الطريقه هنفرز كمان الليمون. معايا هنا كيلو من الليمون. تمام. انا غسلت الليمون كويس جدا، ومعايا علبه كده من علب التلاجة، وهبدا اضيف كميه الليمون اللي انا عايزاها في قلب العلبه دي طريقه حلوه جدا لتفريز الليمون. احط كمان كيس من اكياس التلاجة عشان احط الصف التاني من الليمون. سواء الليمون بقى غالي او رخيص، انا لازم افرزه بالطريقه دي، لان احنا ما بنستغناش عنه في رمضان او غير رمضان. بنعمل بيه طبعا دقه الكشري، وبنحطه على السمك، يعني بنستخدمه في كل حاجه، وبنعمله عصاير. ما بنستغناش عنه في اي حاجه، وخصوصا في الشتاء يعني. خلاص دي كده طريقه التفريز الليمون. طبعا هو بيتجمد في الفريزر، لما يجمد بطلع الليمون احطها في شويه ميه سخنه، بلاقيها كاني لسه جايباها من السوق، او بسيبها شويه بره الفريزر بتفك التلج منها، وبتستخدميها كانك لسه جايباها من السوق. وده شكل الليمون بتاعنا. الطريقه التانية نوع الخضار التالت اللي احنا هنفرزه مع بعض، هنفرز الكوسه. انا جايبه هنا 3 كيلو من الكوسه. طبعا انت شفت شكل الكوسه معايا في بدايه الفيديو.
الكوسة عندنا كانت في السوق في حدود 12 ونص، فانا بصراحة كنت جايبة الكمية دي عشان اعملها محشي، لكن ما فضتش والله ان انا اعملها محشي، فقلت ان انا خلاص هفرزها خضار. طبعا دي كمية البسلة والجزر اللي احنا فرزناهم بالبخار، اللي انا قلت لكم ركناهم لوحدهم. ضفت عليها كمية كده من البسلة من الكوسة، وكده انا معايا 3 انواع من الخضار، معايا بسلة وجزر وكوسة في قلب الطبق. هنسيبهم دلوقتي وبرضو هنشوف هنعمل فيهم ايه. دي كده الكوسة بتاعتنا. انا هفرز الكوسة كيسين، يعني ممكن نقول كل كيس اخد كيلو من الكوسة. في طريقة حلوة جدا لتفريز الكوسة، ممكن تفرزيها زي ما هي كده، او تاخدي الكوسة بتاعتك تديها تشويحة كده في معلقة من الزيت على النار لمدة دقيقتين او 3 دقايق، وتسيبيها تبرد وتعبيها في الاكياس. يعني معاك الطريقتين، والطريقة اللي تعجبك اعمليها. وده كده شكل الكوسة بتاعتنا. طبعا هي الكوسة ما بتتفرصش لان الكوسة موجودة طول الشتاء، لكن عشان انا كنت جايباها فقلت عشان يعني خساره انها تبوظ مني، فعملتها بالطريقه دي. وفي نفس الوقت كمان الكوسه بتاعت الشتاء بتكون حلوه جدا وطعمها مسكر. انا طبعا جبت هنا 3 كيلو من الفاصوليا الخضراء، الكيلو كان عندنا ب20 جنيه. قطعتها كويس جدا وغسلتها، وزي ما انت شايفه التقطيعه بتاعتها قدامك كده. حله مغليه على النار وضفت فيها الفاصوليا الخضراء، وبرضو الميه بتاعتنا مش مضافه ليها اي حاجه. اول ما تبدا تغلي هطفي عليها النار غاليه واحده بس. انا مش بسلقها ومش بسويها، انا بس بديها صدمه كده في قلب الميه المغليه. فضيتها في المصفى بالشكل اللي انت شايفاه دون، وفتحت عليها برضو الميه الفتره وسبتها لما تبرد. جبت طبق الخضار اللي معايا، ضفت عليه كمان شويه من البسله الخضراء. انا بعمل هنا خضار مشكل او شوربه خضار، تمام. يبقى الطبق اللي معانا ضفنا فيه بسله وجزر وكوسه، وضفنا عليه كمان شويه من الفاصوليا الخضراء. هنبدا نعمل ايه؟ هناخد 3 كوبايات من الفاصوليا الخضراء، وبرضو زي ما قلت لك الكميه اللي حضرتك حابه تفرزيها في الكيس دي على حسب استخدامك انت، يعني فرزي زي ما يعجبك، الكميه زي ما تعجبك. انا فرزت هنا 3 كوبايات من البسله، وهنبدا بردك نفردها على شكل مربع، وهفرغ منها الهواء، وهقفل الكيس بالشكل اللي انت شايفاه ده. وبقفلها بالسولوتيب زي ما انت شايفه كده. وده كده شكل الكيس بتاعنا، شكله حلو جدا. صدقيني لما يخش التفريز وتطلعيه تضيفيه على طول على التسبيكه، مش هتفرقيه عن بتاع الشركات اللي انت بتشتريه منها. اهم حاجه ان احنا بعد ما نجمده، بعد ما نخلص الاكياس بتاعتنا، انا عملت 4 اكياس من الفاصوليا الخضراء، هدخلها بقى على طول برضو الفريزر، مش هخليها بره التلاجة، تمام. اهم حاجه علشان الخضار بتاعنا ما ينزلش ميته، اول ما يطلع من الفريزر نضيفه على التسبيكه بتاعتنا على طول. ما نخليش الكيس بتاعنا او الخضار بتاعنا يفك من التلج وبعد كده نستخدمه في التسبيكه، تمام. يلا نشوف هنعمل ايه كمان. معايا هنا بقى البطاطس. انا معايا هنا 1.5 كيلو من البطاطس مقطعاها مكعبات وغسلها كويس. حلة على النار بدأت تغلي، وهنضيف عليها وحطينا مصفى فوقيها بالشكل ده، وهبدأ انزل بكل كمية البطاطس اللي معايا. المية عندي هنا انا ضايفة فيها معلقة من الخل، عشان البخار لما يطلع على البطاطس ما يخليش البطاطس بتاعتي تسود، وطبعا مش هيأثر في طعمها خالص. هل انا هنا بسلق البطاطس؟ لا، انا ما بسلقش البطاطس، انا بدي بس صدمة للبطاطس وبيتغير لونها، يعني بتلاقيها ادتني من اللون الطبيعي بتاعها لون البطاطس الفاتح، اللون الابيض الفاتح، او اللون اللي انت شايفاه قدامك ده، تمام. هسيبها قد ايه على البخار؟ هسيبها برضو مدة من 5 دقايق ل7 دقايق مع التقليب المستمر. هفتح عليها المية؟ لا، مش هفتح عليها المية، عشان البخار اللي خرج منها من المية بالخل ما يتشالش من على البطاطس، فما تسود مني. لكن انا هخليها زي ما هي كده البخار فيها عشان ما تسودش مني، تمام. لو غسلتها هتسود، ما غسلتهاش مش هتسود مننا. هسيبها بقى خلاص، انا كده هطفي عليها وهسيبها تبرد. تعالوا بقى نشوف الخضار بتاعنا. انا ضفت عليه البطاطس بعد ما بردت. يبقى انا معايا في الطبق ده 5 انواع من الخضار، فضيتهم كده في الحله اللي انت شايفاها دي، وابتديت ان انا اقلبهم مع بعض، تمام. معانا جزر وبسله وكوسه وفاصوليا خضراء وبطاطس. هعمل هنا ايه؟ اكياس شوربه خضار، او اكياس هنعملها خضار سوتيه. ساعات انا باخد اكياس الخضار سوتيه بعملها فرشه كده تحت الفراخ المشويه لما اكون بشوي فراخ مشويه، تمام. او ممكن نعملها شوربه خضار لو احنا حابين نعمل شوربه خضار. حطي بردك الكميه اللي حضرتك حباها. انا حطيت في الكيس بتاعي 3 كوبايات من الخضار. هنبدا بقى نفرد كده الخضار بتاعنا على شكل مربع في قلب الكيس.
وهنفرغ منه اي كمية هواء، وهنقفل الكيس بتاعنا بسوليتيب. طبعا احنا هنا فرزنا الخضار، هيوفر علينا وقت ومجهود، وفي نفس الوقت برضو بتبقى تفريزات حلوة جدا موجودة في البيت لأي ظرف طارئ. وطبعا انا نزلت فيديو قبل دون لتفريز الصلصة، فطبعا عندك الصلصة مفرزاها ومعاك الخضار بتاعك متفرز، فده هيوفر معاكي في الوقت والمجهود لما تكوني بتعملي اي طبخة حضرتك حباها من التفريزات اللي احنا عملناها. ده كده شكل الشوربة، ده كده شكل الخضار بتاعنا، ما شاء الله مبهج جدا، وما شاء الله شكله حلو جدا. تمام. ممكن نفرز كمان لو حضرتك حابه تفرزي ملوخيه، وممكن تفرزي كمان فلفل، وممكن تفرزي البقدونس والكزبره والشبت يعني، وممكن تفرزي كمان قلقاس. يعني دي كل التفريزات اللي حضرتك حباها فرزيها. وبكده انا اكون انتهيت من الفيديو بتاعي. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وقولوا لي رايكم ايه في التعليقات. ولو عجبك الفيديو ما تنسينيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، دعمكم شرف كبير ليا. استودعتكم الله في حفظ الله. مع السلامه.